مساء الخير على كل متابعيني. النهارده جاي لكم في موضوع مهم، وكالعاده موضوع ان شاء الله يعجبكم، موضوع الميكروويف. هو الميكروويف خطر ولا الميكروويف صحي؟ سؤال كلنا بنساله لنفسنا، وفي ناس كتير عندها الامكانيات الماديه انها تشتري الميكروويف بس عندها اعتقاد ان الميكروويف خطر. السؤال ده هنرد عليه في الفيديو ده حالا، بس هنبدا معاكم الحكايه من الاول. عزيزي المشاهد، اتفقنا مع بعض قبل كده ان مفيش حاجه ببلاش. انا هديك المعلومه وانت هتدوس لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكومنت جميل منك سواء في استفسار او في دعوه حلوه من قلبك ليا. عشان نبدا معاكم الموضوع من الاول، ايه هو الميكروويف؟ الميكروويف هو العلبه او الصندوق ده اللي حضرتك عندك في البيت او اللي حضرتك شفته عند حد في البيت، عباره عن لوحه مفاتيح ديجيتال او بكر. الجهاز دوت بيتم تسخين الاكل فيه جوه باستخدام الميكروويف او الاشعه المصغره اللي بتعمل اعاده تاهيل للاكل، فبتخلي لك الاكل مش بس مجرد انه بيسخن، ده كمان بيرجع معاك لحاله ما انت خرجته من على البوتاجاز او من على الفرن، بيعمل اعاده تاهيل لكل ذره في الاكل. يعني لو حضرتك قمرت رغيف عيش هتلاقي ان العيش اتنفخ معاك ورجع زي ما جبته من الفرن بالظبط. برضه لما تسخن المكرونه بالبشاميل في الميكروويف، حتى لو مطلعها من الثلاجه هتلاقي المكرونه طالعه زي ما تكون طالعه من البوتاجاز او من الفرن في نفس الوقت ده بالظبط. ده لان احنا قلنا انه بيعتمد على الاشعه الميكروويف، وكلمه يعتمد على الاشعه دي هي اللي الناس نقلت بيها بعد كده ان الميكروويف خطر. برضو احنا مكملين معاكم في الموضوع، بس قلنا هنبدا الموضوع من الاول. ايه هو الميكروويف؟ انا وضحت لكم، وهننتقل بقى للجزء الثاني من الفيديو. في ناس كتير خلطت ما بين الفرن والميكروويف. الفرن العادي الكهرباء اللي عند حضرتك ده بيكون عباره عن سخان كهربائي بيطلع درجه حراره، فبالتالي انت بتحصل على تسخين الاكل فيه بفعل درجه الحراره العاديه اللي هي تقريبا مشابهه للبوتاجاز عندك، اللي هو بيكون مثلا التسخين فيه بالنار. هنا بيكون التسخين عن طريق درجه حراره بتخرج عن طريق الانابيب اللي هي بتسخن ديت، فبتطلع لك درجه حراره. فهنا الفرن هيكون ما فيش وجه مقارنه ما بينه وما بين الميكروويف خالص في آلية الاستخدام او في كيفيه الاستخدام، تمام؟ فاحنا هنا النهارده بنقول ان الميكروويف هو الاشعه اللي بتخرج تسخن الاكل، مش درجه الحراره اللي موجوده في الفرن. عشان كده الفرن بيتم فيه تسويه الاكل وتقدر تستخدمه ساعه ساعتين، انما الميكروويف بيأهل الاكل او بيسخنه لك في نطاق نص دقيقه، دقيقه ماكسيموم دقيقتين معانا. عزيزي المشاهد، هقول لك معلومه غريبه حصر ليك عشان انت بتتفرج عليا. ها، ما تنساش لايك للفيديو بس عشان اقول لك معلومه مهمه. انت تعرف ان الميكروويف اخترعوه من الستينات؟ طب تعرف كان حجمه قد ايه؟ الميكروويف كان عرضه 8 متر. والجزء اللي جاي هنرد فيه بقى على الفرق ما بين الميكروويفات وبعضها، وزي ما قلت لك انا عارف انت عايز تعرف الميكروويف خطر ولا مش خطر، خليك معايا لاخر الفيديو. الميكروويفات، ايه اللي يميز ميكروويف عن ميكروويف؟ طبعا احنا اتفقنا معاكم ان الميكروويف جهاز بيتم فيه اعاده تاهيل الاكل في ثواني، في دقائق ماكسيموم، بنتكلم في دقيقتين 3 دقائق. فطبعا هنا بيكون اختلاف الساعات اللتريه هي وجه المقارنه ما بين بعض انواع الميكروويفات وبعضها. طبعا في اسر كبيره بتحتاج يكون عندها ميكروويفات كبيره، والاسر العاديه انا شايف ان الاربع افراد والخمس افراد من اول 20 لتر اللي هو اصغر مقاس تقريبا في الميكروويف مناسب ليك جدا، لان انت بتسخن الطبق في دقيقتين. فلو فرضنا ان الغداء عباره عن 4 اطباق فانت بتتكلم في ماكسيموم 7 دقائق 8 دقائق. نيجي للوجه الثاني من اوجه الاختلاف، هي طريقه تشغيل الميكروويف، ديجيتال ولا انالوج؟ طبعا ديجيتال، واضح من الكلام، شاشه، زراير، بروجرامات، كل ده بيكون موجود عندك جاهز، والشركات بتحاول تسهل البورده دي الديجيتال دي عشان ما تبقاش معقده بالنسبه لبعض الناس. في ناس بقى عندها مشكله مع البورده دي، الزراير الكتير ما بتحبهاش، عملوا لك ميكروويف ببكرتين، وقت، درجه حراره، تظبط الوقت اللي انت عايزه، تظبط درجه الحراره اللي انت عايزها، وبالهنا والشفا في دقيقه. نيجي بقى الحته ما كنتش عايز اروح لها دلوقتي. الميكروويف كل ما كان براند محترم وشركه موثوق فيها وسعره اغلى، كل ما كان معدل الامان فيه اعلى، وكل ما كان الاشعه المستخدمه فيه اكثر صحيه. عزيزي المشاهد، جيت لك لاهم حته في الفيديو. الميكروويف خطر ولا صحي؟ دوس لايك. لو ما دوستش لايك لسه للفيديو دوس لايك، بعد اذنك دوس لايك وقول لاصحابك يجوا يتفرجوا معانا على الفيديو، ماشي؟ عشان اقول لك معلومه مهمه دلوقتي حالا. يلا بينا. عزيزي المشاهد، انا مش قادر اوريك وشي بصراحه عشان انت كنت مستني اهم جزء من اجزاء الفيديو ومستنيني هقول لك الميكروويف خطر ولا مش خطر. قلت لك الجزء ده سسبنس شديد قوي في الفيديو كله. الميكروويف مش خطر، الميكروويف من افضل اجهزه التسخين والطهي للاكل اللي حصلت، ويمكن صحي اكتر من اجهزه تانية كتير حضرتك بتستخدمها وبتعتقد ان هي مش خطر. الميكروويف بسبب ان هو بيسخن الاكل بسرعه، فاصلا ما بيلحقش ياثر على الطعام ولا بيلحق ياثر على المواد الفعاله اللي في الطعام اللي احنا محتاجينها. فبالتالي الميكروويف اصبح من الوسائل الصحيه للتسخين. نيجي بقى للمسمى الصح.
سوء استخدام الميكروويف هو اللي بيخليه خطر. احنا اللي بنجيبه لنفسنا كالعاده، زي استخدامنا للسوشيال ميديا كده، لما بنستخدمها خطر بتبقى خطر، لما بنستخدمها صح بتبقى مش خطر. طب يا سيدي قول لنا ايه اللي يخلينا ما يبقاش الميكروويف بالنسبه لنا خطر؟ اول حاجه السيدات الحوامل يفضل تجنب استخدام الميكروويف اثناء فتره الحمل نهائي، لاحتماليه الخطر، احتماليه الخطر، لان قد يسبب تشويه الجنين. وده بالمناسبه بيعملوا اي نوع من انواع الاشعه، اي نوع من انواع الاشعه سواء كانت صديقه للبيئه او ضاره بتعمل العيب ده. نيجي للحاجه الثانيه المهمه قوي، الاواني المستخدمه في التسخين داخل الميكروويف. لما تستخدم حضرتك مثلا اواني بلاستيك، اتاكد كويس من حضرتك ان الرقم اللي مكتوب تحت رقم 5 امن للاستخدام، امن للاستخدام. رقم 5 صالح انه يخش الميكروويف. لو بنستخدم طبق ازاز يفضل استخدام الالوان الساده، الابيض الساده خالص او الشفاف، وما يكونش عليه ولا نقشات ولا طبعات ولا اي جزء من اجزاء النيكل، التلميع، الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاطباق دي برضو يفضل عدم استخدامها، لان بتعكس الاشعه وبتسبب عطل في الميكروويف. بالنسبه للاحبار والطباعه ده كله بيتحلل من الاشعه، فبيطلع لك في الاكل، وده اللي ممكن يسبب لنا الامراض. تالت واهم حاجه ناخد بالنا منها كويس قوي يا جماعه بالله عليكم، اول لما الحز بتاع الباب بتاع الميكروويف كده تلاقيه فك، ستوب، ما تستخدموش، غير الحز ده الاول، العازل ده، الجزء العازل ده غيره، ما تستخدمش الميكروويف خلاص. مش لازم الميكروويف، مش هموت يعني من غير الميكروويف، بس لازم تاخد الخطوه دي كويس قوي. اول لما تلاقي الجزء بتاع العزل فك بتاع باب الميكروويف، يبقى لازم حضرتك على طول تغير العزل الاول، ما تسيبش الجهاز عرضه انه يخرج منه شعاع. ختاما بقى عزيزي العميل، زي ما قلت لك كده، انا هقول لك معلومات والحمد لله انا شايف ان انا فرحت قلبك، قلت لك الميكروويف مش خطر. اعمل لي لايك بقى للفيديو، وما تنساش تعمل شير عشان خاطر اكبر عدد من الناس تشوفني. بالله عليك كده، انا محتاج دعمك ليا. وكمان ما تنساش تسيب لي كومنت سواء باستفسار او فكره الفيديو اللي جاي، او تدعي لي دعوه حلوه. احلى مسا على احسن ناس في الدنيا.